الحداثة كحركة في الشعر العربي لم تأتي من فراغ، وإنما هي كتدافع أمواج النهر الواحد، كل موجة تدفع بالموجة التي أمامها وتمهد للموجة التي تليها، وهكذا. الحركات الشعرية الرومانسية ممثلة بالديوان، ممثلة بأبولو، ممثلة بشعراء المهجر، كانوا التمهيد الأول لوضع اللبنات الأولى للحداثة. في تجربتين برأيي بالحداثة الشعرية، هي التجربة المصرية والتجربة اللبنانية. طبعا إذا بدنا نعيد جذور الحداثة الشعرية فينا نعيد على مصر، خصوصا منذ ظهور ما يسمى حركة الإحياء الشعري، أحمد شوقي، محمود سامي البارودي، حتى في الكتابة المنفلوطي. كل هؤلاء أرادوا آنذاك أنه يخلصوا اللغة العربية من الرتابة التركية، من الرطانة التركية، أنه اللغة انحطت آنذاك، صرنا نكتب تركي يعني بدي. فحركة الإحياء اللي مثلها حافظ إبراهيم كمان بالإضافة كانت ربما برأيي مقدمة للحداثة الأدبية والشعرية بالتحديد. يعني جماعة الديوان في القاهرة، العقاد أحمد زكي أبو شادي، وجماعة أبولو علي محمود طه والصيرفي وغيرهم، أحدثوا نقلة نوعية بالشعر العربي يمكن وصفه بالحداثة الشعرية بالقياس إلى أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي. هو التحول جاء من القاهرة عند محمود سامي البارودي، طوروا أحمد شوقي، ولأنه الشاعر اللبناني خليل مطران موجود بالقاهرة استلم دفة الشعر. فالحداثة الشعرية أساساً هو ديوان خليل مطران القاهرة 1900، بداية جديدة. على ضوء من هون طه حسين شاف إنه خليل مطران لم يسرف في الكلاسيكية كما أسرف أحمد شوقي، ولم يجنح إلى التقليدية كما جنح حافظ إبراهيم. فإذا خليل مطران تمكن، لكن في مدرسة جديدة هي جماعة الديوان عرفت أن الشعر وجدان. هذه أول مرة يعرف أن الشعر وجدان، هو تعريف جماعة الديوان، والتعريف هو للعباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد خطوة أساسية، لكن هذا في 21. الخطوة الثانية في 32 بعد وفاة شوقي، جماعة أبولو جاءوا بنفس جديد، رومانسية، والدليل على ذلك هو المهندس علي محمود طه الذي تغنى له الجندول